قالت دائرة إدارة الطوارئ والكوارث التركية أن زلزالا بشدة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية باسارجيك من محافظة كهرمان مرعش جنوب تركيا، وذلك على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم. وذكرت هيئة الزلازل أن هزات ارتدادية لا تزال تحدث في المنطقة، وأن هذا الزلزال شعر به سكان المحافظات في جنوبي تركيا ومدن شمالي سوريا. وذكرت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر محلية أن عددا كبيرا من الأبنية تهدمت جراء الزلزال، وقالت إن فرق البحث والإنقاذ لا تزال تقوم بأعمالها وتتوجه الآن إلى المناطق التي ضربها الزلزال من أجل إنقاذ الضحايا. مشاهدينا، نتابع وإياكم من المفروض الآن صور أولية للمنطقة التي ضربها الزلزال. هذه الصور الأولية التي وصلتنا والتي يمكنكم متابعتها معنا. نذكر بأنها صور أولية من باسارجيك، هذه المنطقة التي ضربها الزلزال. ينضم إلي من غازي عنتاب مراسل الجزيرة عمر حوراني لمعرفة مزيد التفاصيل. مرحبا عمر، المعلومات المتوفرة. مرحبا، يا هلا، تفضل. نعم، الآن نحن في الطرقات، جميع الناس هرعت إلى الطرقات. أنا أسكن في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، وحدث هذا الزلزال شعرنا بقوة. كانت المبنى الذي أسكن فيه تصدع بشكل كبير. هرعنا وهرع جميع الناس إلى الطرقات. الآن جميع الناس في الطرقات. حاولنا الوصول إلى المناطق التي تحدثت وسائل بأنها سقطت بها أبنية، لكن حتى الآن لم نتمكن من الوصول. كما تشاهدون هناك تخبط كبير، الطرقات مغلقة، لكن يعني كما شاهدنا أن سيارات الإسعاف هرعت بشكل كبير. كنا نشاهدها تتنقل وتتجول في المنطقة. كما نشاهد، تستطيعون مشاهدة هذه المناظر. أود الحديث عن نقطة مهمة، أن هذا الزلزال جاء بالتزامن مع وجود الثلوج هنا، حيث خلال يومين مضت الثلوج تساقطت بشكل كثيف في هذه المنطقة، وجميع الناس هنا في الطرقات. قد يبدو هذا المكان يتواجد فيه القليل من الناس، إلا أن مررنا من أحياء سكنية مكتظة. كان جميع العالم في الطرقات خوفا من حدوث هزات ارتدادية. أثناء تواجدنا في المنزل وأثناء نزولنا من الأبنية كان هناك هزة ارتدادية أخرى، حيث وهناك حديث كنت أتابع قبل هذا البث. كنت أتابع أن هناك حديث عن سقوط عدد. انتهى الوقت المخصص لهذا الموجز. بالتأكيد سأتابع معك حال ورود معلومات أوفى في المواعيد الإخبارية المقبلة. شكرا.